السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا بيبدأ مع ماليسيا اللي بتحكي لنا قصة الأرنب مستر بانسي الموجود في كتاب مغامرات. بتقول لنا إن مستر بونسي بيدور على مزرعة يعيش فيها الحيوانات اللي بتقدر تتكلم مع الإنسان. وفجأة ماليسيا بتقول لنا إن قصة الأرنب بونسي مجرد قصة خيالية، وإن قصتنا الحقيقية بتبدأ مع القط موريس الشقي الذكي جدا اللي بيقدر يتكلم وبيقول لأهل البلد إن الفئران دي وحشة أوي وممكن تسبب لهم أمراض كتيرة زي الطاعون. أهل البلد بيخافوا وبيحاولوا يلاقوا حل للمشكلة دي، وبيلاقوا الحل لما موريس بيشاور على عازف، وأهل البلد بيدوله فلوس علشان يساعدهم. وبتمشي الفئران وراها لحد ما بيوصل لبحيرة وبتنزل فيها كل الفئران، وهنا كل البلد بتكون مبسوطة إنها اتخلصت من الفئران. بعد كده بتخرج كل الفئران من المية وبيتجمعوا، ومعاهم العازف كيس اللي بيكون متفق معاهم على كل اللي حصل، وبيكون معاهم القط موريس وبيتكلموا إنهم عايزين يعملوا خطة الفترة اللي جاية. وهنا بيتشيز بتسأل موريس وبتقول له إن الحكيم بنز بتاعه مش موافق إنهم يستمروا في اللي بيعملوه. وبيسأل موريس بنز هو أنت فعلا مش موافق على خداع البشر؟ بيرد عليه بنز بيقول له إنه ما ينفعش نخدع البشر وإن دي حاجة مش كويسة، وبيقول له إننا مش مضطرين نكمل في الخداع. وهنا بيتعصب موريس وبيقول له البشر كلهم بيخدعوا بعض كل يوم. بيقول له كمان إنه ندمان إنه وافق إنه يساعد الفئران بدل ما يعيش مع البشر مبسوط، وإنهم طلبوا مساعدته من الأول. وهنا الحكيم بنز بيطلب يجيبوا الكتاب بتاع الفئران، وبيكون الكتاب ده كتاب مستر بانسي، وبيلاقوا في الكتاب الأرنب لابس بدلة والتعبان كمان لابس جميل. بيشوفوا كل الحيوانات اللي في الكتاب بتكون مبسوطة وهي عايشة مع الإنسان. هنا كان نفسهم يعيشوا مع الإنسان ويكونوا زي مستر بانسي اللي موجود في الكتاب، وبيتكلموا إنهم عايزين يلاقوا الجزيرة دي ويروحوا هناك. وهنا بيكذب عليهم القط موريس وبيقول لهم إنه يعرف الجزيرة وإنها جزيرة جميلة قوي وبعيدة جدا، لكن علشان نروح للجزيرة دي لازم نجيب قارب علشان نقدر نوصل لها، والقارب ده محتاج فلوس علشان نشتريه، وعلشان نعرف نعمل كل ده لازم نكمل في الخدع بتاعنا. وهنا الحاكم بيوافق إنهم يجربوا الخدع مرة تانية. بتقول ماليسيا ان موريس ما حاولش يكلم قطط تانية زيه لان ببساطة مفيش قطط هتقدر ترد عليه ويتكلموا، وان موريس بيحاول يستغل الفئران دي علشان يجيب فلوس ويبني بيته. يعني موريس مش همه الفئران ولا مشاكلهم اصلا، وانه بيخطط بس علشان التقاعد بتاعه. بتقول ماليسيا الارنب بونسي مهم جدا في حكايتنا دي، وده لان الفئران فاكره ان هو حقيقي مش مجرد خيال، وفاكرين ان ممكن يلاقوا بلد بتتكلم فيها الحيوانات مع الانسان ويقدروا يعيشوا بسعاده للابد. وبنشوفها وهي ماسكه كتاب المغامرات اللي بيحكي قصه الارنب بونسي، وبنشوف المزارع فريد وهو بيفتح باب بيته وبيلاقي في وشه كل الحيوانات، مستنيينه قدام البيت وبيعيطوا وبيقولوا له انهم مش لاقيين مستر بونسي. وبنرجع لحكايتنا وبنشوف العمده بتاع البلد اللي هم عايشين فيها بيبارك لصياد الفئران وانه فرحان علشان ملقاش ولا فار في البلد. بس في مشكله ان الاكل بيختفي من البيوت ومحدش فاهم اي حاجه عن الاكل اللي بيختفي بسرعه ده. العمده بيقول ان اكيد في علاقه بين الاكل اللي بيختفي بالفئران وانه ممكن يكون شخص غريب هو اللي ماسكهم، وبيظهر الشخص ده وبيكون مغلف نفسه بهدوم كتيره. وبيقول العمده ان مفيش علاقه بين الفئران واختفاء الاكل. في الوقت ده بنشوف الفئران وهي بتجهز نفسها تحت الارض، واتفقوا انهم يتقسموا لكذا مجموعه وكل مجموعه منهم ليها مهمه خاصه. وبيقول لهم دار كيتان وده القائد بتاعهم انهم يخلوا بالهم كويس قوي، ولازم يكونوا الفار التاني علشان الفار الاول هو اللي بيقع في المصيده. وبيقول لهم كمان انه قلقان جدا، وده علشان ما قابلوش اي فار في البلد دي، وان ده لغز كبير ولازم نفهم ايه الحكايه. بنشوف كيس مع موريس وهم داخلين المدينه ومش بيلاقوا اكل. هنا موريس بيدخل بيت فيه اطباق لكن بتكون فاضيه، وبيدخل وراه كيس وبيقولوا انهم لازم يخرجوا حالا. وقبل ما يخرجوا بتظهر ماليسيا، ودي اللي بتحكي لنا القصه، وبتكون بنت العمده وبتحب المغامرات والقصص. وبيبدا كيس يخبي ان موريس بيتكلم مع البشر، لكن ماليسيا بتوقعه وبتخليه يتكلم. وبعد كده بتقدم له لبن يشربه، بس فجاه بيظهر الفار سيردن وهو نازل من الماسوره بتاعه المطبخ. هنا ماليسيا بتاخد بالها من الفار وبتحاول تضربه، لكن الفار بيرقص والكيس بيحميه منها. وهنا بتعرف ان سيردن برضه بيتكلم. ماليسيا بتقول ان ده اكيد فار سحري، واكيد مش ده الفار الوحيد اللي بيتكلم، واكيد في زيه كتير، وانه كمان الفار وموريس واصحاب كيس. والناس سمعت عن الامراض اللي منتشره في القرى اللي جنبنا، ويجي شخص اسمه كيس بينقذهم من الامراض بتاعه الفئران دي. وبتقول لهم انها عارفه ان كيس وموريس والفئران عصابه كبيره وبينصبوا على الناس وبياخدوا منهم فلوس. وبيكون كيس وموريس وسردن في صدمه كبيره من كلامها وانها عارفه كل حاجه. بتسألهم ازاي اتعلموا الكلام ده، فبيرد عليها سيردن ان الفئران دايما بتاكل من الزبالة، وده لما كنا فئران عادية وكنا بناكل اي حاجة تتخيليها، لكن بفضل جامعة أنخ موربورغ المخفية بتعليم السحر، فالجامعة دي رمت عليهم حاجات خلتهم يتكلموا ويتعلموا القراءة، وبدأوا يسموا بعض أسماء الحاجات اللي موجودة في الزبالة زي سردين وخوخ ومحلول ملحي.
وموريس كمان اتطور وبقى قط ذكي وبيتكلم في نفس الوقت تقريبا. بتقول لهم ماليسيا انهم لازم يلاقوا حل للغز البلد بتاعتهم، واللي هو ان الاكل بيختفي بمجرد ما يختفوا الفئران. وقالت لهم انهم لازم يروحوا لنقابه صيادين الفئران علشان لازم نعرف هم بيخططوا لايه بالظبط. فعلا ماليسيا جهزت نفسها وبدات تعيش اجواء القصص والمغامرات الخياليه اللي كانت دايما بتسمع عنها. وبتشوف الفئران اللي مع داركيتان جاعوا وبيحاولوا يدوروا على اي اكل، لكن داركيتان بيحذر فريق الفئران بتاعه، بيقول لهم انهم ما ياكلوش اي فار يكون لسه ميت. بترد عليه بيتشيس وبتقول له انه ما ينفعش ياكلوا اي فار. بيرد عليها داركيتان وبيقول لها كلامك صح، لكن ده بيحصل لو كنت جعانه قوي. وبيدوروا لغايه ما بيلاقوا قطعه جبنه على المصيده. هنا بيحاول داركيتان يشيل زرار الامان اللي في المصيده، لكن بيكتشف ان المصيده فيها زر امان. وهنا بيطلب مساعده مستر كيكلي، وده بيكون فار معدن لعبه، لكن مش بيقدر انه يكتشف زرار الامان وبيحاول يهرب. بس داركيتان بيحاول يشده لكن بيقع في المصيده. بيحاولوا الفئران يطلعوه من المصيده، بيستغربوا ان المصيده متصممه بطريقه محترفه علشان تحجز على الفئران على الرغم ان مفيش اي فار هنا. وبنشوف ماليسيا وكيسي ومعاهم موريس وصلوا مكان صيادين الفئران. ماليسيا حاولت تفتح الباب بالبنسه بتاعت شعرها، لكن موريس فضل يتريق عليها ويقول لها ان الطريقه دي في الحواديت وبس، وان الباب مش هيفتح كده. لكن بيحصل العكس وبتقدر ماليسيا انها تفتح الباب، بس بيلاقوا انها اوضه صغيره وقديمه قوي. ولان ماليسيا متاثره جدا بالافلام فكرت ان ممكن يكون في باب سري محدش يعرفه بيودي على مكان تاني. وفضلت تجرب حركات كتيره بتشوفها في الحواديت، لكن مش بتقدر تعرف مكان الباب برضه. وفجأة سيردن بيلاقي مخبأ للفئران جوه الحيطة. استغربوا كلهم ان ليه في مخبأ للفئران في بيت صيادين الفئران. فضلت ماليسيا تدور في المخبأ بتاع الفئران لغاية ما رفعت حاجة بالغلط خلت الأرض اللي واقف عليها كيس تفتح ويقع في المخبأ. وهنا بيعرفوا ان كلامها صح. بنشوف ماليسيا وكيس وموريس بيستكشفوا المكان اللي دخلوه، وبيلاقي كيس باب وبيفتحوا وبيلاقي أكل كتير قوي. عرفوا ان الصيادين هم اللي كانوا بيسرقوا الأكل من البلد طول الفترة اللي فاتت دي. وموريس بيلاقي فارو بيحاول يهجم عليه، لكن بتطلع بيتشس اللي بتقول له انهم في مشكله كبيره قوي. هنا داركيتان اتحبس في المصيده وانهم مش عارفين يخرجوا منها، وان كل اللي بيحصل لهم مجرد فخ. وبيظهر صيادين الفئران وبتقول لهم ماليسيا انها كانت عارفه ومتاكده انهم هم السبب في كل اللي بيحصل، وانهم بيسرقوا الاكل اللي في البلد. هنا بيبدا صيادين الفئران يمسكوا ماليسيا ومعاها كل الفئران، لكن موريس بيقدر يهرب منهم وبيسيب باقي اصحابه، لكن باله بيفضل مشغول عليهم وبيفكر فيهم. وبنشوف الفئران وهم محبوسين في قفص، وهنا داركيتان بيستغرب انهم محبوسين في قفص مش متعلقين زي ما بيحصل معاهم كالعاده. بيروح لهم موريس وبيساعدهم يهربوا، لكن بتواجههم مشكله وهي سيردن، لانهم اخدوا المكان اسمه الحفره، وده بيكون في مجموعه فئران قدام كلب وبيقعد يجري وراهم لغايه ما بياكل كل الفئران. بنشوف ماليسيا ومعاها كيس مربوطين في عمود، وبتقول ماليسيا الكيس ان لو عنده قدره خارقه يا ريت يساعدهم بيها. بيرد كيس وبيقول لها انها بطل تطلب منه انه يعمل حاجات خارقه، انه انسان عادي زي اي حد. فجاه بيلاقوا بيتشس وبينز بيقطعوا الحبال اللي مربوطين بيها وبيساعدوهم يهربوا. هنا ماليسيا بتقول لهم ان اللي حصل ده شبه اللي مكتوب في كتاب مستر بونسي، لكن بتقول لهم ان الكتاب ده سخيف وخيالي ومش حقيقي. هنا موريس بيقول لها بطل تقول الكلام ده، وبتزعق بيتشس في موريس انه ضحك عليهم وانه كان عارف ان ده كتاب خيالي ومش حقيقي وما قالش. وبتزعل بيتشس وبتجري بسرعه وبيجري وراها بينز علشان يلحقها، لكن هو بيجري وراها في مواسير الصرف وبيحس ان في حد معاهم في المكان. وبعد كده بتظهر بيتشس وبتقول له ان فعلا في حد معاهم وبتظهر ايدين تخطفها. بنشوف ماليسيا وكيس وموريس وهم عند صيادين الفئران وبيقولوا لهم انهم حطوا سم كتير في الشاي اللي كانوا بيشربوه وفعلا بدأوا يحسوا بالألم في بطنهم. هنا كيس بيسألهم كانوا عايزين ايه من كل الفئران اللي حبسوها في الأقفاص، ومقابل ده هيقولوا لهم على مكان الترياق بتاع السم. بيردوا عليهم انهم بيدوهم لملك الفئران. هنا اول ما موريس بيسمع اسم ملك الفئران بيتجنن وبيجري وبيسألوا ايه اللي حصل. بيقول لهم موريس ان الفئران بتتجمع كلها وبتكون مخلوق وبيكونوا اشرار جدا وبيقدروا يسيطروا ويتحكموا في اي حد وبيكون شكله وحش جدا، علشان كده اسمه ملك الفئران. بتقترح ماليسيا انها تروح الغابه المظلمه هي وكيس علشان يلاقوا المزمار، بس مش مزمار كيس، ده المزمار الحقيقي اللي بيتحكم في عقول كل الحيوانات، وده بيكون مع شخص في الغابه، لان دي الطريقه الوحيده اللي يقدروا بيها يسيطروا على ملك الفئران الشرير. وماليس بيقول لهم انه مش فارق معاه اي حاجه، لان في الاخر هو قطه ومش همه البشر ومش شاغل دماغه بيهم. في نفس الوقت بنشوف داركيتان وفريق الفئران اللي معاه كانوا بيحاولوا ينقذوا سيردن من الحفره اللي عرفوا ان اللي بيروح لها مش بيرجع تاني، لان الجوله اللي قبلها الكلب اكل 6 فئران، وبيشوفوا مجزره قدام عينيهم بيموتوا فيها اخواته، وبيروحوا علشان ينقذوا باقي الفئران قبل ما يخلص عليهم الكلب في الحفره. وكان جه الدور على سيردن وكان الكلب خلاص هياكله. فهنا قرر داركيتان يربط نفسه علشان ينزل بنفسه وينقذه، لكن الفار اللي معاه كان غبي قوي وربط نفسه بدل ما يربط داركيتان، فوقع داركيتان في الحفره. فنزل الفار اللي ربط نفسه وراه بسرعه، لكن انقذ سيردن وساب داركيتان لوحده قدام الكلب. هنا داركيتان استجمع كل براعته وقوته علشان يحارب الكلب، وفعلا قدر انه ينتصر عليه ونجحت المهمه، وكان كل همهم انهم يطلعوا من المكان ده باسرع وقت. بنرجع تاني لكيس وماليسيا
اللي بيقول لها انه انسان عادي مش بيعرف يعمل اي حاجه غير انه يعزف على المزمار، وبيقول لها انها بطل بقى تربط كل اللي بيحصل لهم بقصص الخيال اللي بتقراها. تعصب ماليسيا بتقول له انها عارفه الحياه الحقيقيه، لكن كل انسان وليه قصص خاصه بيه، وانك لو معرفتش تعمل قصه ليك فاكيد هتكون جزء من قصه انسان غيرك. وهم ماشيين بيلاقوا الراجل اللي معاه المزمار اللي بيدور عليه، وبيقدر يخلي كل الحيوانات اللي موجوده في الغابه تخدمه بدون مقابل، وده بسبب التعويذات السحريه في العزف. وعلشان ياخدوا منه المزمار ده فضلوا مستنيين لحد ما الراجل ده نام، وراح كيس لحد عنده علشان ياخد المزمار منه وهو نايم، لكن الراجل ده حس بيه وضربه لحد ما اغمى عليه. وبعد ما فاق لقى ميليسيا بتتكلم مع الراجل صاحب المزمار وبتقول له وبتطلب منه انه يديهم المزمار علشان يقدروا ينقذوا بلدهم. لكن الراجل صاحب المزمار بيشغل تعويذاته وبيقدر يتحكم فيهم وفي كل حركات جسمهم وبيخليهم يمشوا في اتجاه النار ويقربوا منها. لكن فجأة صوت المزمار بيتغير وبيكون السبب مستر كيكلي الفار المعدن اللي دخل جوه هدوم الراجل صاحب المزمار. وهنا ميليسيا استغلت الموقف وحاولت توقعه، وبيتلسع من النار وبيجري لغاية ما ينط في البير. وبيروح لبنز وهو ماشي في ماسورة الصرف وبيدور على بيتشس، وبيسمع صوت بيقول له انه يطلع في الماسورة اللي على اليمين علشان يلاقي بيتشس. وبيدخل أوضة بيلاقي فيها الراجل الغريب بتاع صيادين الفئران اللي مغلف نفسه بهدوم كتيرة، وبيقول لبنز انه حكيم زيه وبيفكر بنفس الطريقة، وبيقول له انه طالما عندهم نفس الهدف وان الفئران تفوز وكل البشر يخسروا، وبيعرض عليهم انهم يشتغلوا سوا. وبيرد عليه بنز وبيقول له انهم مش متفقين في الهدف، وان هدف بنز ان البشر والفئران يعيشوا سوا، وان اهم حاجة دلوقتي انه يطمن على بيتشس اللي معاه. بيرد عليه وبيقول له انه مخبيها في مكان قريب قوي، وفجأة بيخرجها من كمه. وهنا بيظهر موريس وبيضرب الراجل الغريب ده في وشه بكيس الفلوس وبينقذ بيتشس، وبيهرب موريس ومعاه بنزو وبيتشس. وكل الفئران بيحاولوا يهربوا، لكن بنز بيقول لهم يهدوا شوية علشان يقدر يفكر كويس. هنا موريس قرر يقول لهم سر ان يتعلم ازاي يتكلم، فبيقول لهم ان كان في فار تخين قوي وموريس اكل، وده علشان كان جعان، وبيعتذر لهم لانه كان مجرد قط لكن دلوقتي اتغير للاحسن وبقى صديق ليهم. وبيخرجوا كلهم بره وبيلاقوا ملك الفئران الشرير بيجذبهم ليه بقوته السحريه، وبيجذب كل الفئران اللي في البلد. وهنا الفئران بيطلبوا من موريس يساعدهم، وبيروح موريس علشان يطلب لهم المساعده. وهو ماشي في الطريق بيقابل كيس وماليسيا وبيقول لهم ان الفئران في خطر، وبيقول لهم ان في هجوم من ملك الفئران. وهنا كيس بيعزف بالمزمار اللي معاه، لكن ده مش بيأثر في ملك الفئران الشرير وبيحدفه بعيد، وبتحاول ماليسيا انها تساعده بيحدفها بعيد قوي زي ما حدف كيس. وهنا كيس بيحاول يعتذر لها عن اللي حصل وانه ما قدرش يعمل حاجه بالمزمار، وبتقول له ان المشكله في العزف مش في المزمار. وبنشوف بينز وهو بيتكلم مع ملك الفئران الشرير وبيقول له ان امله ان الفئران تعيش حياه سعيده مع البشر، لكن بيقول له ما تحاولش كتير علشان البشر هيفضلوا شايفين ان احنا فئران برضه وهيفضلوا دايما يصطادونا. هنا بينز بيرد عليه وبيقول له احنا ممكن نعلمهم، بيقول له احنا كده كده هنعلمهم بس بالخوف مش بطريقه تانية. وبيفضل برضه يجذب الفئران ناحيته، لكن فجاه بيسمع عزف كيس الجميل وبينهار ملك الفئران الشرير وبتهرب منه كل الفئران ما عدا الفئران اللي الديول بتاعتها مربوطه ببعضها، وبيوزعوا قوتهم اللي ثبتوا بيها كل الموجودين ما عدا بنز، واللي بيطلبوا منه انه ينضم لهم بس هو بيرفض. بيقول لهم انه مش هيقدر يخالف ضميره وانه هيفضل يحلم بالسلام اللي بين البشر والفئران. وهنا بتقتل القوه بتاعتهم، وهو بيموت بيقول لموريس انه يتحول لاخر مره لقط شرير شرس ويحاول ينقذهم من الخطر. هنا موريس بيستجمع كل قوته وبيقدر يشيل كل الروابط اللي في الديول اللي بتكون مشتركه ما بينهم، وحاول كتير ينقذ بينز لكن فشل وبيموتوا هما الاثنين. وبنشوف موريس وهو بيقابل اللي بيجمع الارواح السبعه وبيقول له ان خبطته عربيه وان كده فاضل له 6 ارواح، وبيقول له انه ياخد روحين من عنده مقابل انه يرجع لبنز حياته لانه معلم وحكيم والكل بيستفاد من خبرته. وبيرد عليه وبيقول له انه هو اصلا جاي ياخد روحين ويرجع موريس وبنز لحياتهم والكل بيكونوا مبسوطين. بتحكي لنا ماليسيا اخر جزء في قصه مستر بونسي اللي قدر صاحب المزرعه يرجعه تاني، وفرحت باقي الحيوانات وعاشوا مبسوطين. اما بقى بالنسبه لقصتنا الحقيقيه، رجعوا الفئران وموريس وكيس وماليسيا لبلدهم واتحلت عندهم مشكله الاكل اللي بيختفي فجاه، وكمان كيس بقى بيعزف وبيمشي وراه الفئران وبيرقصوا، ولاول مره الفئران بقى ليهم مكان خاص بيهم. واخيرا اتحققت امنيه بنز وان البشر يعيشوا مع الفئران في سلام، وده حصل بسبب القط موريس وفريق الفئران اللي معاه. وكده يخلص الفيلم بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.